ويا قلبي غني كمان وكمان، وصل غنانا لكل مكان. حبايب قلبي، النهارده بقى فلوج بقى ما يتسابش خالص. زي ما انتم شايفين كده في الريف المصري الجميل بالعربيه، اكتشفت فيه بحيره هنشوفها كمان شويه. فشوف الفلوج للاخر، متنساش اللايك والشير والسبسكرايب. انا شايفك اوعى ها. شايفين يا جماعه؟ ادي البحيره الجميله دي بقى. بص بقى يا حبيب قلبي، روقان كده. البحيرة دي أصلا جاية منين؟ انتوا عارفين البحر المتوسط اللي ناحية دمياط وجمصة وكده، في حتة فيه جميلة كده عبارة عن مية عذبة جميلة اسمها اللسان. المية العذبة ديت ممتدية بقى سبحان الله من ما بين الحتة بتاعة المية المالحة والعذبة دي، جاء اللسان ده اللي على امتداد البحيرة الجميلة دي، اللي بتروي الأرض بجد، وبتروي الشجر وبتروي الزرع، حاجة بجد تحفة. شايفين يا جماعة جمال المكان؟ شايفين جمال الشجر؟ شايفين جمال النخل؟ بجد حاجة تهوس. بقول لك ايه، فين اللايك سبسكرايب الشير؟ اوعى، انا شايفك اهو. لا بجد يا جماعة، بجد حاجة جميلة، حاجة تحفة بجد. بعشق بجد الأماكن الطبيعية الجميلة. ب... بحس سوري. بحس ان بجد ان احنا لما احنا نكون بجد قاعدين كده وسط الاراضي الزراعيه كده، باننا زي ايه، زي ما يكون متصل بالحياه، بالطبيعه، بالجمال. دايما خليك كده استشعر بجمال الشجر، استشعر بجمال الورده. ما تخليش الحاجه تعدي كده في يومك كده وخلاص. شايفين يا جماعه الجمال؟ شايفين الروعه؟ بجد حاجه تهوس، حاجه مذهله. ايه الجمال ده؟ اهو بقى الشجر ده، تخيل انت بقى. انا كنت اتمنى ان انا يبقى عندي كده بيت ايه في وسط الفلاحين كده، واقوم اقعد بقى كل يوم فيه كده، واستشعر كده، المس الشجره كده واحس بالجمال. شايفين يا جماعه؟ شايفين المكان الروعه؟ الله. شايفين بجد البحيره الجميله؟ ايه الانسان لو قاعد في المكان ده عايز ايه تاني من الدنيا؟ انت مش عايز اي حاجه، كفايه الراحه النفسيه اللي انت بتحسها بجد. وعلى فكرة، انت كمان هتحس بالراحة النفسية اكتر لو اشتركت في قناتي. يا جماعة اللي مش هيشترك في قناتي ويتابعني دايما هيفوتوا كتير من البهجة ومن السعادة، انا بقول لك اهو. لا بجد. شايفين يا جماعة جمال الشجر؟ شايفين بجد جمال النخل؟ شايفين الجمال المنتشر والموجود في كل مكان؟ بيعجبني قوي بقى في السفر، مش السفر نفسه اللي انت توصل وبس، لأ، الاستمتاع. انت تستمتع بالطريق